قناة البدر نزل اغنية حلوة نسمعها سوا. هذا الجاي يحكي وياك مو ذاك البشر نفسه، كل ما يكبر الانسان لازم يعقل وينسى، وراك تغيرت وبيت كل من قيمته هسيت، حيث كان تاج الراس برجلي ما لبسه، وراك تغيرت وبيت كل من قيمته بقصته، حيث كان تاج الراس برجلي ما لبسه، وجو طبعا هسه يلا فرغت، هسه يلا كملت شغلي، عندي شغل كلش هواية، شغل احتياجات البيت، متطلبات زايدة ناقصة، امور مونتاج، ترتيبات هواي. هسه صار الدنيا ليل مثل ما تشوفون، الساعة تقريبا ب8:30 ادي بتوقيت بلجيكا، ورايح اتمرن في الساعة بالقاعة وارجع. يا الله ما نستسلم احنا ابدا، لازم هيك شباب، اذا مو هيك الوضع ما يمشي، لازم هيك. اللي يريد شيء مو يعوف شيء، يعوف اشياء. اي شباب ما ادور عذر لنفسي، اني اخلق فرصه لنفسي. يعني انا كنت اقدر اقول يلا تعبت اليوم، صدق كلش تعبت، بس مو معناته ما اروح للتمرين، لا اتحدى نفسي دائما. وطبعا همين اصدقائي اللي بتورني طبعا يقولوا لي عبد الله نتمرن سوا شي، فمثل ما تشوفون شباب يعني هم يشوفون ستورياتي، والله ما عندي مجال، ما اعرف وقتي ايش وقت اتمرن، النهار جاي يطير بسرعه لان الدنيا شتاء، وما احب اتواعد وياكم واضربكم بوري او اتاخر عليكم او شي. تحياتي لكل الاصدقاء واعتذر. مثل ما تشوفون هسه رايح يلا اتمرن، وتمرنوا وحافظوا على صحتكم، والبشر ما يتعب، ترى انت من تقول انا تعبان ترى انت كذاب، عرفتوا؟ البشر ماكينه ما يتعب. توكلوا بالله، والله يعطيكم الصحه والعافيه. وطبعا حاليا رايح اتمرن بفرنسا، هاي قاعه هنا قريبه علي فرنسا، لان مثل ما تعرفون اني البيت مالتي على الحدود الفرنسيه، بلجيكا على الحدود الفرنسيه، فرايح اتمرن بهاي القاعه لفرنسا. هنا تبعد من عندي 10 دقائق، اتمرن بيها ساعة، وبعدها اخذ دوش بالقاعة وارجع للبيت، اكل لي لقمة وانام، والحمد لله والشكر. متونس بيومي، متونس بحياتي، الف الحمد لله والشكر. الله يسعدكم جميعا حبايب قلبي، تحياتي للجميع واحبكم والله. وطبعا هاي الدرابين ما حبيت امشي بيها بوحدي، لان درابين كلش حلوة احبها اني، تذكرني بدرابين الكفاح والصدرية، ضيقه وهيجي حلوه، فقلت اطبقكم وياي بستوري، وراح ادخلكم بستوري همين بفرنسا. هسه حاليا احنا ببلجيكا، بعد 4 دقائق اكون بفرنسا، هم مدينه هيك صغيره وحلوه نفس هاي، بس احلى من هاي يعني، راح نشوفها هسه سوي بالستوري اللي ورا هذا. حاليا احنا ببلجيكا، والستوري اللي ورا احنا بفرنسا. اكو شغلات تسلي بالطريق. هسه السرعه جاي مشاني تقريبا 49، شوف هناك راح يشتعل ضوء سمايل، هذا قاس السرعه مالتي، شوف فرحان السمايل، السرعه مالتي 46 وحاطين السمايل دا يضحك، دا شوفوا. واذا زايده السرعه السمايل يطلع هيك ضايج مطلع لسانه حزين، يعني انت ليش تمشي سريع؟ بس يعني هذا ما بي غداره وما بي كاميرا، هذا السمايل بس هيك للتسليه، ويعني شلون يمازحون السايق، شيء حلو. السرعه هنا مثل ما تشوفون 50، فمن شافني يمشي 46 السمايل فرح لي، ابتسم لي يعني. واحنا حاليا بعدنا ببلجيكا، الستوري اللي ورا هذا بفرنسا. طبعا شباب هسه احنا راح ندخل بفرنسا، اللي هي ورا هاي البانزيخانه فرنسا. طبعا هسه تشوفون هاي المناظر اللي على اليمين وعلى اليسار ظلمه ووحشه، بس شباب هاي فد مزارع وحدايق تفتح النفس الصبح، فد مناظر، فد بيوت، فد كواخه حلوه بالمكان هذا تجنن. هسه هاي البانزيخانه بلجيكيه، وهذني هنا كم محل بلجيكي، وبعدها راح ندخل فرنسا. هسه راح اشوفكم شلون راح ندخل، لحظه الدخول.
شوف هذني هنايا محلات مال جيجاير وسوبر ماركتات بلجيكية. هذني هنا هذه اخر شي بلجيكي. وهذا الخط هنا هذا من البنزيخانة هاي فرنسا. هسه حاليا احنا بفرنسا، عرفتوا؟ هاي الجيجاير هنا على الحدود يبيعون جيجاير بلجيكية. الجيجاير البلجيكية كلش رخيصة، ارخص من الفرنسية. اي شباب، فهذول المحلات مستغلين فرصة يبيعون هنا جيجاير، والناس الفرنسيين يجون يشترون جيجاير من عندهم. تبغ يعني ذني التتن ومعدات الجيجاير ما عليها ضريبة ببلجيكا 50%، ما ادري 60% عليها بفرنسا، فارخص يعني ما ادوخهم بس ارخص. اوكي، حاليا احنا في فرنسا متوجهين للقاعة. اكو موضوع اريد احكي لكم اياه للاصدقاء اللي يحبون دائما يسمعون سوالف عبودي. اليوم اجت لارا من المدرسة فحبيت احفزها، قالت تعبانة. قلت لها طبعا نريد ننجح بالحياة، لان احنا دا نشتغل فيديوهات بالبيت ودا تدرس وتقرا وتروح مدرسة وكل البيت احنا دا نشتغل سوية، عرفتوا؟ متونسين ودا نشتغل. المهم فقلت لها لارا اختار 2 بنات من اصدقائك اسمين ونفس العمر. قالت اوكي. فاختارت واحدة من صديقاتها اسمها ليا، والثانية ما اعرف شو اسمها، نسميها ملكية. ما ادري انا شو اسمها، نسيتها لان اساميهم صعبة، بس ليا اسمها ما انساه. ملكية صديقة لارا وليا نفس العمر اثنينهن. قلت لها ذني اثنيناتهن ملكية وليا وديناهن للبحر، على الرمل مال البحر، عفناهن اطفال. قلت لها عفناهن وانطيناهن كراكة وادوات بسيطة، قلنا لهم كل وحدة شو تريد تسوي يلعبوا، وعفناهم من الصبح ونجي عليهم الغروب ناخذهم. قالت ايه. قلت لها اجينا لقيتي من بعيد، رحت تقربت عليهم لقيت اكو تله صايره. شنو هاي التله؟ كانت الصبح ماكو. تقربتي ما تشوفين الا هاي التله اللي يابانيه، بيت بالرمل مسويه قصر هيجي، قلعه بالرمل كلش حلوه القلعه. وملكيه صديقه ليا اي، فقلت لها وملكيه كل شيء ما مسويه، كانت تلعب تسولف ويا الناس، مبانيه كل شيء. قالت لي، قلت لها من التعب؟ قالت لي طبعا ليا من الصبح هي تبني بهذا البيت مالتها. قلت لها تريد تنجح ليا، تريد تنجح، تريد تسوي بيت، تريد تسوي قصر، تريد تسوي فشي يجذب الانتباه بالمجتمع، تريد تنجح بالحياه. فاللي يريد ينجح بالحياه شيء طبيعي يتعب، هو اختار يريد ينجح حتى يتعب حتى ينجح. فمستحيل تلقي لك شخص ما تعبان وناجح. يعني هلا النجاح يراد له تعب، يراد له جهد، يراد له اصرار، يراد له تكرار، يراد له عناد. فعاندوا واصروا وان شاء الله تنجحون حبايب قلبي. تحياتي لكم، انا راح اوصل للقاعه. اي قبل لا اروح، فانت تختار طريقك. تريد طريق مريح وتقعد هيك بالزاويه، اركن بالزاويه ما حد يمك، اركن وابقى على العالم تنجح. بس من تشوف العالم جاي تنجح لا تقول هاي شلون نجحوا، ناس جاي تتعب. انت من تشوفه صاعد بسياره وبيته وما ادري شنو وفلوس عنده ووضعيته كل زينه، ما جابن بالهين يعني، اكيد تعب، اكيد تعب. اي اكو راح تقول لي لا والله فلان وفلان جو على الحاضر على الورث ما ادري شنو. حبيبي هذا مال ورث ما ورث ما يدوم، لان ذولي ما يعرفون يجيبون فلوس، يعرفون يخرجون فلوس. فاللي يجيبها بتعبه احلى انا اشوفها. بعد دقيقتين واصل للقاعه، منا الطريق مال القاعه، وانا حاليا في فرنسا. اي فتعبوا اذا تحبون تنجحون، اكيد تحبون تنجحون، لان ما دام جاي تتابعون عبودي المشاغب تريدون تنجحون. طبعا تشوفون شوارع فرنسا الخارجيه وخارج المدينه، الطرق الخارجيه مالتهم كلها ما بيها اناره. ليش؟ يقول لك ما يحتاج، لان هاي الاناره كلها مصرف فلوس. على اليمن هو اللايت مال السياره يمشي واحنا مخططين الشارع. ففرنسا كلها ما بيها اناره الا ما ندر، يعني تلقون جلوبات هيك مشموره على صفحه. الطرق الخارجيه مالتهم كلها ظلمه تقريبا، هي هيك يعني معروفه باوروبا. اي شباب طبعا وصلت للقاعه. يا الله، هاي القاعه. لازق فيت.
اخذ جنطتي وافلت اتمرن شباب. اليوم صارت سوالف حلوه ان شاء الله استفاديتوا معلومه شغله من السوالف هاي اللي سولفتها لكم. والله يوفقكم ان شاء الله. باي. صباح الخير، صباح الورد، صباح البيض بالدهن والجو الحلو. جيت اصبح عليكم واشوفكم شيء كلش حلو. شوفوا هاي السندانه ايش قد حلوه. سندانه تنحط على الطاوله زرع حلو طبيعي، وبنفس الوقت هاي الزرعه الطبيعيه هي ريحان، هي خضروات. عندك ريحان، عندك رفوس، عندك معدنوس، مدري شنو ذني الاسامي مالتهم ما اعرفهن. تجيبهن هم تحطهن المنظر وهم تسقيهن، وهمينه من تقزقز عليهن تاكلهن وهمينه هن يطلعن. هالشي كلش حلو. يسلمكم العافيه. والجو ممطر وانا مبدل ولابس كامل، يعني شكو يمكن اكو تخييم، يمكن مو اكيد. اي تحياتي لكم واسوي شمام للمدرسه. حروح للمدرسه. ها اليوم شهادتي وده كلكم ناجحه الاولى ان شاء الله.